لدرجة ان انا بدأت ان انا اترقى في شغلي في فترة قليلة. ولما جوزي بدأ يشوف الكلام ده كله بقيت اشوف ان هو بقى بيغير، وبقيت شايفة في نظرة عيونه الغيرة اتجاهي. ولما اجي اقول له هو انت مالك في ايه، يقول لي ثبتي نفسك بسرعة قوي يعني. قلت له هي دي حاجة تفرحك ولا تزعلك؟ ده انت اللي كنت مصر ان انا اشتغل، وكنت مصمم تصميم تام اني انا انزل اشوف شغل، واديني اشتغلت وبثبت نفسي. اه طيب تمام، استمري. من هنا بدأت الاقي ان جوزي بدأ يتغير وبدأ يتحول معايا بشكل غريب جدا. هو ماله ده؟ ما هو من البداية اللي خلاني انزل واشتغل واعمل كل الكلام ده كله، ليه دلوقتي جاي يعاقبني على اني شغالة؟ ده هو اللي جاب لي الشغل وشغلني، ليه بيعاقبني على نجاحاتي دلوقتي؟ بقيت انا كل ما انجح هو بقى بينزل خطوة في شغله، وكان كل ما يلاقي كده كان يتجنن ويتعفرت، لدرجة ان قرر يعمل فيا ابشع حاجة ممكن تتخيلوها. وبدأ ان هو يحاول يأذيني بأشد الطرق، وهي زي مثلا في مرة كان صحابي وصحابه كنا معزومين كلنا مع بعض، وكنا قاعدين مع بعض عادي، جو صحابه والجو ده كله، وكنا قاعدين بنتكلم مع بعض لحد لما بدأ يقول هو انتوا فاكرينها عشان ناجحة في شغلها تبقى ناجحة في بيتها؟ دي ست مهملة، دي ست فيها وفيها، دي ست مش شايفة بيتها ومش شايفة حياتها ومش شايفة أي حاجة، دي ست بتعمل وبتسوي وي 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 وكلام كتير جدا. سمعت الكلام ده منه أنا حرفيا اتصدمت. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا شايفة بيتي ومحافظة على بيتي وعلى اولادي، وبالعكس انا عمالة انجح في كل الكلام ده كله ان انا ابقى ناجحة فيه، هو جاي يقول كل الكلام ده؟ كنا قاعدين عادي برضه مع اصحابنا بناكل، لقيته ضربني جامد وبيقول لي ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه يا ابني في ايه؟ اللي انت اصلا بتمد ايدك عليا قدام الناس كده ازاي؟ انت مستوعب انت بتعمل فيا ايه؟ قال لي مستوعب. انتي اصلا بقيتي لا تطاقي، انتي بقى كل همك شغلك وبس، ونسيتي انك متجوزة وعندك بيت وعندك اولاد، فين انا من كل ده؟ طبعا اتصدمت في البداية، بس قلت لنفسي يا بنت عدي علشان اولادك، وبالفعل كنت بعدي